السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصلنا النهاردة تقريبا لآخر فيديو هنعمله للبروجكت ده. تمام. في الأغلب مفيش أفكار تانية، ممكن نبقى نطور فيه قدام أو نرجع له بعدين. كان المشكلة في آخر الفيديو اللي فات إن احنا عندنا لما بنيجي مثلا أزود على رقم أو أزود رقمين على بعض أو أعمل أي اوبريشن بين تو نمبرز. فكنت مثلا باجي أقول مثلا الرقم الأول 22، فاجي الرقم التاني أقول مثلا 33، مقدرش إن أنا أزود خانة هنا، بيبقى خانة واحدة بس، الرقم التاني بيبقى عبارة عن خانة واحدة بس. فعشان كده النهاردة إن شاء الله هنحل المشكلة دي بطريقة سهلة وبسيطة خالص. أول حاجة هنيجي هنا ونعمل static boolean. هنعمل boolean variable هيكون مثلا اسمه last أو مثلا is last operator. هنديله أول حاجة default value إن هي false. تمام. هعدلها لما أجي أو أغيرها، هديلها true هنا، is last operator هنا هنديلها true. تمام. بعد كده هنيجي بقى نسأل سؤال هنا بقى، هي مشكلتنا هنا بالظبط، أو هي دي المشكلة، أو هنا المفروض إن احنا بنضيف رقمين، أو هو بس هنا بيضيف رقم. ليه بيضيف رقم؟ عشان بيبقى بعد الأوبريتور المفروض إن أنا أضيف رقم جديد على الريزلت. ماشي. اضطر ان انا اديله هنا. فهنيجي بس هنا ان احنا هنضيف او هنسأل على is last، يعني هل اخر عملية كانت اوبريتور قبل الرقم ده ولا لا. فلو ايوه خلاص مش يزود لي الرقم ايه، او غير لي الرقم، غير لي الريزلت نفسها. بس لو مش اخر عملية هي الاوبريتور، لا يبقى زود لي الارقام دي على بعض. يعني هنعمل ايه؟ لا هنقول الريزلت بلس الليبل. تمام. بعد كده المفروض هاجي هنا واقول له is last ده واحوله لفولس عشان ما يفضلش ترو معايا. تمام. كمان برضو عايز ارجعه فولس لما اجي اعمل AC، اقول له is last operator اخليه فولس. تمام. فده كده زي فلاج او زي علامة تعرفني هو انا اخر زرار دوسته قبل الرقم كان اوبريتور ولا لا. فلو فعلا كان اخر زرار هو الاوبريتور، فساعتها اقدر ان انا ايه اضيف بعديه. يعني مثلا دلوقتي لو جيت قلنا 2، خلينا نعمل اي سي من الاول خالص، 2 زائد 33، شوف اقدر ان اضيف دلوقتي هيديني 35 عادي جدا. لو جيت قسمت بعد كده على 2، 17.5 زائد 2.5 20. خلاص الدنيا بقت ايه شغالة معايا تمام مظبوطة. طيب هنيجي نعدل كمان حاجة. ماشي. كده خلاص يعتبر خلصنا او عملنا الحتة اللوجيك دي، كانت بسيطة جدا. طيب عايز اعدل حاجة في اليو اي، يعني حاجة مش حاببها قوي يعني، او كانش عجباني، بس هعدلها دلوقتي. البوتنز احجامهم صغيرة او في بينهم مسافات كبيرة قوي شوية، فهعدله. طبعا في مشكله برضو في اليو اي بتاعي ان هو مش ريسبونسيف، بس ده توبيك او هو توبيك قدام شويه مش هنجيله دلوقتي يعني، او صعب ان احنا ندخل فيه دلوقتي. فهعدل بس في اليو اي بتاعي. طيب انا دلوقتي طبعا مش شغال بديزاين فيجما ولا حاجه، انا الديزاين ده واخده من اللي هو بتاع الكالكوليتر بتاع الايفون عادي. تمام. فانا مش شغال بديزاين ولا معايا الديزاين بتاعي اصلا ولا حاجه. طيب انا اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هعدل الراديوس ده من 35 اخليه 40. فلو شفنا كده هلاقي ان هو مناسب، بس عندي طبعا ده ما تعدلش صح كده، لان انا عامل ده كونديشن لوحده. تمام. فاعدله ازاي بنفس القيمه بحيث يكون بنفس القيمه ونفس الايه، يعني يبقى ماشي مع الديزاين الباقي او مع نفس الحجم الباقي. اول حاجه ده 40 يعني ايه؟ يعني الراديوس 40، الراديوس اللي هو نصف القطر. تمام كده. فانا عندي نص القطر بتاعه 40، يعني نص قطر اي دايره من اي بطن من البطنز دول او اي دايره من الدوائر دول هلاقي 40، يعني القطر كله او الديامتر كله 80. فانا عندي برضو السايز هنا اللي هو الخاص بالبطن الزيرو. تمام. السايز بتاعه احنا قلنا الهايت او الويدث هيكون 165،
والهايت هيكون 60. فانا عايز الهايت يكون اول حاجة 80 زي ايه، زي طول الدايرة بتاعي. تمام كده اللي هو 80. طيب والويدث هحسبه ازاي؟ اول حاجة انا عندي هو يعتبر الزرار ده زرار الزيرو يعتبر بزرارين، اللي هو الواحد او اتنين او اي، يعني يعتبر باتنين عامة الزرارين، وكمان بينهم تقريبا 10 بكسل كده. تمام. فانا هقول ان انا عندي زرارين، الزرار ب80، فاتنين في 80 ب160 زائد 10 بكسل ب170. فانا هخلي ده 170. هلاقي ان هو المسافة بتاعته بقت مظبوطة. لو جينا جربنا الويدجت انسبكتور، تمام كده، هلاقي ان هو ماشي مع الديزاين او مع الزراير زي الفل كده. تمام ماشي. تقريبا الحجم يعني تقريبا، طبعا احنا شغالين يعني بالتقريب، بس هو بشكل كبير صح ان شاء الله يعني. تمام. طيب غيرنا في حجم كده، انا حاسس الدنيا احسن شويه، بس عايزين نكبر السايز بتاع الفون سايز، فهنزود 5 بكسل. طيب انا الحاجات دي بعرفها ازاي، او ازاي ان انا ازود 5 بكسل او ازود 5 واقلل 10 ومش عارف الحاجات دي كلها، الحاجات دي خبره برضو مع التجربه كده. انا ممكن اقعد مع نفسي اجرب كده، والله لا 25 مش عاجبني مثلا، او 30 مش عاجبني خليه 35. اجرب 35 الاقي لا شكله اوفر قوي، او يعني واضح بزياده قوي، لا خليه 30 شويه. فالحاجات دي بتفرق كده، او يعني مع التجربه ممكن تجرب. طبعا لو في ديزاين هترتاح من كل ده يعني، ومش هتوجع دماغك بالحاجات دي. طيب كده احنا خلصنا الجزئيه دي. اخر حاجه بقى عندنا ان انا الزيرو ده عايز اكبره طبعا شويه عشان يناسب، يعني نقول مثلا 10 بكسل. تمام. وعايز، انا شايف الديزاين بتاع الايفون ان هو واخد تقريبا بادنج شويه كده، فهو جاي في نص او جاي فوق الاوبريتور دي، فالمفروض ان هو يبقى فوقيا مش واخد جنب كده يمين شويه. فهعمل ده ازاي؟ هديله هنا بادنج بسيط. طبعا عرفنا ان البادنج، او كنا اتكلمنا ان البادنج هو المساحه الداخليه للكونتينر، انما المارجن هو المساحه الخارجيه للكونتينر. فهديله ايدج انسيتس سيمتريك، لان انا مش عايز حاجه من تحت، انا هخليه بس ان هو من الجنبين اللي هو الهوريزونتال. تمام. وهديله مثلا 20 بكسل، 20. تمام كده معايا. فهي 20 تقريبا جاي مظبوط فوق فوق الاوبريتورز كده. لو جينا شفنا بالانسبكتور هلاقي ان هو يعني بالتقريب كده هو جاي فعلا فوق الاوبريتورز بتاعتي. تمام كده. طيب زي ما قلنا احنا لو شغالين على ديزاين هيكون احسن بكتير وكده، بس مش مشكلة. تمام كده. فده كده كان البروجكت بتاعنا اللي هو الكالكوليتور، الحمد لله خلصناه. في بس ممكن مشكلة ممكن نبقى نجيلها قدام في فيديو، مش عارف صراحة هل هيبقى الفيديو بعد ده ولا هيبقى بعدين، يعني ممكن نرجع لها قدام. اللي هو او في مشكلة طبعا ان انا دلوقتي لو جيت عملت عمليات متتالية، هحسب حسابات متتالية زي قلت مثلا 2 زائد 3 في 2، المفروض الناتج معايا 2 زائد 3 مضروبة في 2. فالمفروض طبعا عملية الضرب هي الأولية، ماشي، فالأولوية ليها، فيضرب 2 في 3 الأول هتبقى 6، وبعد كده هجمع 2 زائد 6 تديني 8. بس أنا لو جيت هنا دوست بلس هلاقي إن هو بيديني 6. طب ليه 6؟ هو عمل العملية الأولى، هو تقريبا عمل آخر عملية بس اللي هي 2 في 3 بس، اللي هي 3 في 2، عمل آخر عملية بس. بمعنى إن هو حذف آخر أو أول رقم، يعني هو بيحسب آخر رقمين بس، آخر عملية بين آخر رقمين. بمعنى أنا جيت قلت دلوقتي أهو 2، أو خلينا نرست 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 هيديني ايه؟ هو مش هيجمع كل ده، هو هيجمع 3 زائد 4 بس، اللي هو آخر رقمين، آخر عملية بين آخر رقمين بس، اللي هي 3 زائد 4. الباقي كله هيطنشه، فده غلط. هو المشكلته ايه؟ مشكلته ان هو مش بيعمل ستاكينج للارقام ولا الاوبريتورز. فلو انا بقدر اعمل ستاكينج للارقام وللاوبريتورز واجي في مره في الاخر خالص احسبهم، بس هحسبهم بايه؟ بالاولويه. يعني انا هرتب بقى الاولويه عندي من الاكبر او من الاهم، او الاولويه اللي هو عندي الضرب والقسمه الاول من اليمين او من الشمال لليمين، بعد كده الجمع والطرح برضو من الشمال لليمين.
فعشان كده ده مش موجود دلوقتي. المفروض ان احنا بنعمل ستاكينج. طب بيبقى عن طريق ايه؟ ممكن ادي هنت كده بسيط او فكره بسيطه كده ممكن نشتغل بيها، تجربوها انتوا مع نفسكم مفيش مشكله، وممكن ان شاء الله نعملها قدام. ان انا هعمل ليست او تو ليست، بدل ما انا عامل نمبر ده كسترينج وعامل الاوبريتور ده كسترينج، تمام، لا هنعمل نمبرز وهنعمل اوبريتورز، تمام. فهو الافضل ان انا اعمل ده عن طريق ليست، او اخلي ده بدل ما هو سترينج اخليه ليست، والاوبريتور برضه اخليها ليست، ماشي. وابقى كل شويه قاعد اخزن فيها الارقام بالترتيب طبعا، والاوبريتورز بالترتيب، تمام كده. وبعد كده ادخلها مثلا على فانكشن، او لما اجي ادوس فين الايكوال بتاعتي، علامه الايكوال. طبعا هنا المفروض يعني لو هنرتبهم شويه ممكن انزل دي لتحت شويه عشان هي بقت اطول من دول، تمام كده طيب، فهاجي هنا للايكوال، بدل ما بحسب او بعمل حسبة اللي هي الكالكوليت دي، بدل ما بعمل الطريقة دي البسيطة دي، لا هخليه يلوب على الارقام ويلوب على الاوبريتورز، ويشوف الاوبريتورز الاولوية بينهم، ويروح يحسب بقى الارقام الاول. بعد كده طبعا الاولوية زي ما احنا محددين، الضرب والاسم الاول، ده قانون في الرياضة يعني مش من اختراع من عندي. الضرب والاسم الاول من الشمال لليمين بما ان ده انجليزي، وبعد كده الجمع والطرح من الشمال لليمين بس. فكده يعني ممكن تبقى فكرة بسيطة الواحد ممكن تشتغل عليها وتجربوها يعني لحد ما تعملوها وكده. ممكن ان شاء الله زي ما قلنا نعمل لها فيديو قدام. كمان الكالكوليتر بتاعتنا ناقصها طبعا زي ما قلنا ريسبونسيف، وناقصها ان انا لو جيت عملت التليفون ده خليته مثلا على الجنب كده، فالمفروض مثلا هي بتتحول لكالكوليتر اطول من كده، او اللي هي الساينتفك، او اللي هي اللي بقى فيها بقى الجذر والروت والاس والحاجات دي كلها. فلو عملنا كده المفروض ان هي طبعا تبقى احسن او افضل، تمام. فدي كلها اضافات ممكن نضيفها على الكالكوليتر، بس ان شاء الله مش دلوقتي يعني، هتبقى قدام ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو الجاي في الاغلب هيبقى بروجكت جديد هنشتغل عليه. هنحاول برضو هيكون طبعا حاجة اكبر من ده بشوية، حاجة فيه لوجيك اكتر من كده. ودايما زي ما قلنا من فيديو لفيديو او من بروجكت لبروجكت هنتعمق وهندوس شوية في الكود، بس طبعا ونحافظ ان احنا نخلي الكود بتاعنا بشكل منظم بشكل مرتب، ما نبهدلش الدنيا. دي اهم حاجة بالنسبة لي. انا صح بنشرح لوجيك وبنشرح توبكس جديدة، بس يهمني او المميز عندي في السلسلة دي او البلاي ليست دي ان يكون عندي الكود مرتب ومنظم بأحسن طريقة ممكن، تمام كده. بس كده، لو عندك اي سؤال اسألني في الكومنتس. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان لو نزل فيديو جديد ولا حاجة. السلام عليكم.